هنعمل مع بعض النهارده طبق من البسارية. بصراحة انا لقيته في السوق النهارده فقلت لازم اجربها واوريها لكم. اتمنى لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو واعملي شير عشان الكل يشوفه. ولو انت اول مرة تشوفي قناتي اضغطي على زر اشتراك او سبسكرايب الاحمر الموجود اسفل الفيديو وفعلي الجرس واختاري الكل عشان يوصلك كل جديد. ويلا نشوف بقى عملنا طبق البسارية الجميل ده. دلوقتي انا عندي هنا كيلو من البسارية. تجيبيها تحاولي بقدر الامكان لما تجيبيها تبقى ماسكه نفسها كده، ما تبقاش مهريه لان هي ضعيفه جدا. بعد كده بتمسكي الراس بتاعتها، بعمل كده وبشيل الراس بالاحشاء بتاعتها بالمنظر ده. وبعد كده بغسلها تاني، بمسك الراس اقطع الراس وبشد، شايفين تطلع خالص معايا بكل سهوله. وبضفرك كده او بصباعك بتفتحي. هخلص كل الكميه واغسلها وانقعها وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعد ما غسلت البسارية كويس جدا ونضفتها ونقعتها هبتدي اجيب توم، بعد كده كمون، فلفل اسود، حبة ملح مش كتير لان التوم انا حاطه له ملح، وليمون. هقلب بقى التتبيلة بتاعتي دي مع البسارية واسيبها حوالي مثلا نص ساعة ساعة زي ما انت عايزة. وبعدين نشوف هنعمل. بعد ما نقعت البسارية حوالي ساعة جبت هنا عندي دقيق، هحط عليه معلقة نشا او معلقتين كمان عشان تبقى بتقرمش، معلقتين نشا على حسب الكمية اللي عندك، واحط حبة ملح واحط حبة كمون، حبة كركم. اقلب كل الحاجات دي كده مع بعضيها. بعد كده بقى بعمل ايه؟ بمسك البسارية بتاعتي اخد كده حبة احطهم في الدقيق. بعد كده بعمل ايه؟ بمسك بقى بالطريقة دي كده من عند الديل وابتدي ايه اضغط كده عليه. تاخدي كل 3 4 5 على حسب. هنا انا شايفة ان الاربعة كده حلوين مع بعض، بيبقى تماسكت كده. وابتدي اعمل الكمية بتاعتي كلها بالطريقة دي. وبعدين نروح نقليها. طبعا بتنفضي الدقيق الزيادة اللي فيها وتدوسي عليها كده لما بتبقى مبلولة فبتعمل عجينة من هنا وبتتماسك وهكذا. خلص الكمية كلها بتاعتي وبعدين نشوف هنعمل كده. بعد ما شبكتهم كده في بعض كل 4 عملتهم مع بعض كده كفوف، هروح اقليهم. ودي كده شكلها بعد ما اتقلت، شكلها جميل وطعمها اجمل. اتمنى ان هي تعجبكم، جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه، واشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله.